بسم الله نبدأ. بعد خواص ضرب المصفوفات. قبل خواص ضرب المصفوفات في باقي مسائل كده في التمرين الفات بسيطة جدا، هشتغل منها وتشتغلوا الباقي. طيب قال لك إذا كان ألف يا هدي وباء يا هدي، يجي لنا باء ألف باء، بعدين ألف تربيع باء باء ألف في ألف باء. تمام. طيب عندنا المصفوفة ألف يا هدي، ألف بتساوي 2 1 1 3. تمام. وباء دي بتساوي لنا -1 0 1 1. تمام. داير باء في ألف في باء. تمام. طيب دي أنا إذا ما اشتغلت تنتبه لحاجة، ما في حاجة اسمها مثلا ألف تربيع تقوم تربع عناصر المصفوفة، لا، تضرب المصفوفة تاني في نفسها. تمام. طيب لأنه زمن الفيديو بيكون بياخد زمن، لسه هناخد خلاص ضرب المصفوفات. طيب دي الباء في الألف. تمام. هنحطها مع دي لها. طيب 2 1 1 3. دي الباء سوري الباء -1 0. طيب الباء وهنا -1 0 -1 0 1 1. ما لأنه قال لك باء في ألف، الألف وهنا 2 1 1 3. تمام. اشتغل دي أول، شوف ناتجة كم، حتى انت أنا أضربه في الباء. دي الناتج بتاعها أول شي، شوف ناتجة كم، بعدين أضربها تاني في الباء. تمام. نجي نشوف ناتجة كم دي طوالي. هنقولنا 2 في 2 2 في 2، الناتج 2 في 2. عدد أعمدة الأولى بيساوي لنا لعدد الصفوف الثانية، الشرط محقق. الناتج بتاعنا بنعرفه كيف، نشيل الأعمدة مع الصفوف، الناتج 2 في 2. بنشتغل كيف لسه؟ طيب نشتغل الناس بالتدريج عشان الناس ما تتلخبط. طيب -1 حنشيل الصف، قلنا بنضربه في العامود. الصف الأول مسكت صف معناته لازم تخلص الصف. لو كان في 100 عمود معناته هنا عندك 100 عنصر ظاهرات. تمام. مسكت صف أضربه في كل الأعمدة. تمام. الصف الأول في العمود الأول، بدنا عنصر في الصف الأول العمود الأول. -1 في 2 ب-2 زائدا 2 0 في 1 زائدا 0 بتبقى لي على طول. انتهيت من الصف الأول العمود الأول، أشيل الصف نفسه وأضربه في العمود الثاني. -1 في 1 ب-1 وصفر في 3 ب-0. تمام. انتهيت من عدد الأعمدة وقفا، معناته ضربي في الصف وقف. تمام. همسك الصف الثاني، لما نضربه في العمود الأول بدين العنصر في الصف الثاني العمود الأول. 1 في 2 ب-2، 1 في 1 ب-1، 1 في 1 ب-1، 1 في 3 ب-3. دي معناتها نتيجة يعني كم على طول؟ -2 و-1 و2 و4. تمام. هتشيل الباء في ألف، جاك نتيجة كم؟ -2 و-1 و2 و4. الناتج الجاك من الباء في ألف أضربه لنا في باء، المصفوفة باء هنا يجي الخطة -1 0 1 1. تمام. الناتج اللي هيجينا كم؟ خلاص ما هنستعجل شوية في الشغل. هتبقى -2 في -1 بموجب 2، موجب 2. تمام. موجب 2 خلاص خطيتها في راسي أنا كده، موجب 2، أو خطيتها بالجنب كده ها فوق، موجب 2. -1 في موجب 1 ب-1 ناقص 1، بقت لي معناتها موجب 1 هنا. وده في ده هنا، ده صفر خلاص، ما أخدها في راسي ذات، ودي اتلغت في اعتبارها خلاص. -1 في 1 ب-1. طيب خلاص انتهيت من دي. وده في ده هنا -2 مع موجب 4 بموجب 2، 0 مع 4 ب4. ده الناتج النهائي. تمام. طيب نوضح للناس بتاعة الألف تربيع في باء. ألف تربيع في باء، ألف تربيع قلنا يا جماعة ما في حاجة اسمها تربيع انت قول لي 4 1 1 9، ما في كلام زي ده. حتى لو الناتج في أي لحظة من اللحظات جاك متشابه ما تعمل كده،
هتقول الألف التربيع ده هيساوي لي شنو؟ 2 1 1 3. نفسها تضربها فيها 2 1 1 3. تمام. بعد تجيب الناتج اللي هنا هتقوم تعمل شنو؟ تضربه لنا في باء اللي هي -1 0 1 1. سهلة جدا. الثانية تجيب لنا ناتج باء ألف. باء ألف اللي هو جاك فوق أصلا. باء ألف ناتجه وينه يا هدى؟ باء في ألف أضربه لنا في ناتج ألف باء. شوف لنا ناتج ألف باء واضربه لنا فيه. تمام. بسيط جدا الموضوع ده. حلوا ليدي وحلوا ليدي عشان تمرس نفسك. ردد لابد أن تشتغل لوحدك. طيب قال لك عبر عن نظام المعادلات التالية في صورة مصفوفات. اداك معادلات دايرة في صورة مصفوفات واشتغلنا زيها. هقوم اعمل شنو؟ معادلة دايرة في شكل مصفوفة. اشيل معاملاتها اعتبرها كأنها مصفوفة. شوف كأنها مصفوفة. ها خلاص شيل الحروف دي برا بس. شايف؟ جيب ركبه هنا شكل مصفوفة. تمام. إذا شلت الحروف برا في الأول هنا 1 س معاملة 1 والصاد معاملة 2 والعين -3. هنا 2 -1 1 1 1 4. مفهومة صح؟ هنا 1 2 -3. تميت الصف الأول كله. 2 -1 -1 1 1 4. تمام. عشان تضبط معي بعدين لابد اضربها في السين والصاد والعين بنفس الترتيب. سين صاد عين. لو هنا عين اول هتقول عين صاد سين مثلا. ايا كان نفس الترتيب من فوق الى انتهت. ليه؟ لانه لما تجي تضرب بعدين شوف هتضربها كيف. تضرب الواحد في سين بيديك السين نفسها، والاثنين في صاد بيديك الاثنين صاد، وسالب التلاتة في العين بيديك التلاتة عين بالماينس. 2 س ناقص صاد زايد عين. شايف؟ س زايد صاد زايد 4 عين. تمام. تاخد علامة اليساوي تشوف بهناك في شنو؟ في 1 و2 و0. تمام. واضحة كلها صح؟ طيب مرات قد يقول لك العكس. طيب في رقم 8 دي يقول لك حول المصفوفات التالية إلى معادلات. مصفوفات دايرك تحولها لنا لمعادلات. سهلة جدا زي ما شوفنا هسه. دي مصفوفة دايرين نحولها لمعادلة. دي مصفوفة دايرين نحولها لمعادلة. داير تحولها لمعادلة. على طول بتعمل شنو؟ تشيل كلها تضرب الواحد في س. ما دي عبارة عن كم في كم؟ 3 في 3. تمام. هتضرب طوالي الواحد في س اللي هي ب س. تمام. ده كده بتحطوا معادلة لحاله. شايف؟ ده في ده بيديك معادلة س ناقص 2 صاد زائد 3 عين بتساوي لي كم؟ القصادة هنا كم؟ اللي هي 3 ولا -3؟ -3. 2 س زائد 5 صاد ناقص عين هتساوي لي الكم؟ 10 صح؟ 3 س زائد 2 صاد زائد عين هيساوي لي كم؟ 7. تمام. جيت تحولها بتعمل العكس. طيب موضوع سهل. قال بعض خواص ضرب المصفوفات. بسيط جدا. اول حاجة ضرب المصفوفات ده غير ابدالي يا جماعة. تمام. ما زي الضرب العادي 2 في 3 ب6 والتلاتة في 2 ب6. لا غير ابدالي. زي شنو مثلا؟ هنا دي الف وعندي باء. تمام. لما ضربنا الالف في باء الناتج جانا يا هو ده. شوف وجربها براك انت، جربها براك. لما ضربنا الباء في الالف جانا الناتج مختلف تماما. اذا ضرب المصفوفات غير ابدالي. جرب اضرب الالف في باء وبعدين اضرب الباء في الف. شوف الناتج بنفس طريقة الضرب اللي اديناك لها. مصفوفة الوحدة تمثل العنصر المحايد للضرب. تمام. العنصر المحايد للضرب ده يعني شنو؟ لما تضربه في اي عدد بيديك نفس العدد اللي هو الواحد هناك كان صح، اللي هو 10 في 1 بالعشرة نفسها، 5 في 1 بالخمسة نفسها. هنا العنصر المحايد للضرب مصفوفة الوحدة من نفس النوع. تمام.
جبت المصفوفة دي 2 في 2، جبت لها مصفوفة وحدة 2 في 2، هتديك نفس الناتج. جبت المصفوفة دي 3 في 3، جبت لها مصفوفة وحدة 3 في 3، هتديك نفس الناتج. مصفوفة وحدة 3 في 3 كيف؟ مثلا جبت 5 7 8 9 10 11 12 13 15 مثلا، دي مصفوفة. لما تضربها في مصفوفة وحدة من نفس النوع باقي أصفار، هو القطر بس الرئيسي صح زي ما عرفناها قبل كده. لما تضربها في مصفوفة وحدة من نفس البعد على طول الناتج بيجيك نفس الناتج لو ضربتها. هسه دي لو ضربتها بكل بساطة، شوف 5 في 1 ب5 زائدا 3 في 0 ب0، بقت لي ال5 نفسها. هنا 0 و3 بقت لي ال3 نفسها. 7 و9 في 0 ب0، بقت لي ال7 نفسها. 0 و9 نفسها. تمام. إذن مصفوفة الوحدة تمثل العنصر المحايد لضرب المصفوفات المربعة. ضرب المصفوفات تجميعي. ضرب المصفوفات تجميعي يعني لو ضربت أول شيء عندك 3 مصفوفات، ضربت ألف في باء بعدين ضربتهم في جيم، بيدوك مثلا الناتج جاك مثلا 2 4 5 6. جيت في نفس الحاجة عملت شنو؟ لأ، ضربت الاتنين دي الأول وضربت في دي، بيجيك نفس الناتج. نفس الناتج بيجيك. ممكن تجربها في مصفوفة 2 في 2. لازم تشتغل براك، ما في حاجة بيشرحوها هنا. حاجة انت دار تتأكد انه كلامي اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، هتقوم تجيب لك اقرب مثال تشتغل. طيب اذا كان ناتج ضرب مصفوفتين اللي هي الف باء وباء الف، الف باء، الف في باء وباء في الف، مصفوفة الوحدة، تمام، في هذه الحالة يسمى كلا من مصفوفتين نظير ضربي. تمام. يعني ضربت ألف في باء جاك مصفوفة الوحدة الناتج، بعدين ضربت باء في ألف برضو الناتج جاك مصفوفة الوحدة. جربوا واضربوا ديل، اضربوا الألف في باء والباء في ألف. نجرب هسه على السريع يعني عشان ما تقول ما فهمت التجرب برواق، اضربها بنفس طريقة الضرب. 6 مع -5 بموجب 1، -15 مع موجب 15 بصفر، 2 مع -2 بصفر. تمام. و5 مع موجب 6 بالواحد. دي كده الألف في باء. نشتغل العكس. طيب هنضرب معناتها ده في ده، بقت لي 6 مع -5 بموجب 1، هتبقى لي 10 صح؟ ما ده في ده هينضرب 10 مع -10 بصفر. طيب ده في ده بقت لي -3 مع موجب 3 بصفر، وده في ده بقت لي -5 مع موجب 6 بواحد. تمام. ضربها برواق تشوف الناتج. معناتها في هذه الحالة يسمى كلا من ألف وباء نظير ضربي. لما عندك مصفوفتين، مصفوفة ألف ومصفوفة باء، ضربت ألف في باء اداك مصفوفة الوحدة، ضربت باء في ألف برضو جاك مصفوفة الوحدة. كلا من ألف وباء بيسموه نظير ضربي. مصفوفتين دول بيسموه نظير ضربي. تمام. طيب 5 إن عملية ضرب المصفوفات تتوزع على الجمع. بسيطة جدا وسهلة دي، خلاص معروف. يعني ألف في عندك مثلا سهلة، حاجة معروفة، دي مصفوفة ألف، مصفوفة باء، مصفوفة جيم. انت ممكن تجمعهم الاتنين أول بعدك تضربهم في الألف. لا، ممكن تضرب الألف في الباء أول وتضرب الألف في الجيم، بيدوك نفس الناتج. تمام. يا هدى هنا شوف، إذا جمعتم أول ضربتم في الألف، ولا ضربت الألف ده هنا وضربته هنا وبعد ذاك جمعتم، نفس الناتج. تمام. طيب 6 خلاف اللي هو معروف في ضرب المصفوفات، قد يوجد مصفوفتان لا تساوي أي منهما المصفوفة الصفرية، ولكن حاصل ضربهما يساوي المصفوفة الصفرية. ما تقول لي بتتكلم سريع، الشرح سهل وما مستاهل والزمن. طيب ممكن يكون عندك مصفوفتين أي منهم ما يساوي مصفوفة الوحدة، مصفوفة الصفرية. يعني دي ما مصفوفة صفرية ولا دي مصفوفة صفرية. المصفوفة الصفرية عرفناها نحن قبل كده صح؟ جميع عناصرها أصفار.
لكن ناتجه ممكن يكون لك المصفوفة الصفرية. كيف يعني؟ نشتغل استعجال مثلا. طيب أول حاجة بجي بتحقق منها اللي هي الأول دي عبارة عن كم؟ عبارة عن 3 صفوف وعمودين، والثانية عبارة عن صفين وعمودين. عدد أعمدة الأولى يساوي عدد الصفوف الثانية، معناتها يمكن ضربهم. تمام. طيب الناتج 3 في 2 بنشتغلها كيف؟ قلنا بنشيل الصفوف نضربها في الأعمدة، وحل تجي في الأعمدة بيقفت لنا. بمسك الصف الأول ده، مسكنا الصف الأول أضربه لي هنا. الواحد في صفر بصفر، والصفر في واحد بصفر، جاني صفر ناتجه. والواحد في صفر بصفر، والصفر في 3 بصفر. أمسك لي ده خلاص حيجي ينزل لي هنا. تمام. هنا وهنا. 4 في صفر بصفر، والصفر في واحد بصفر، هنا الصفر ده. والأربعة في صفر بصفر، والصفر في 3 بصفر. تمام. أمسك لي ده حيجي ينزل لي هنا. ده أضربه هنا بالتاني هنا ده. 3 في صفر بصفر، زائدا 1 في صفر بصفر، اداني صفر كله الناتج. والصف الثالث في العمود الثاني بيديني الصف الثالث العمود الثاني هنا. 3 في صفر بصفر، وصفر في 3 بصفر، الناتج صفر. تمام. فقد يوجد مصفوفتين لا تساوي أي منهما المصفوفة الصفرية، والناتج كلها مصفوفة صفرية. تمام. تمرين لسه معانا زمن. طيب جد قيمة ما يلي. الأولى دي ما مستاهلة يا جماعة، صح؟ لو في ناس بتحس إنه الحاجات دي صعبة ممكن نشتغلها وقت تاني، فده أصلا أنا شايفها ضرب عادي. هتتأكد بس تتأكد. دي فيها صف واحد و3 أعمدة، ودي فيها 3 صفوف وعمودين. بتضرب الاتنين دي الأول مع بعض. تمام. الناتج حيجيني كم في كم؟ حيجيني مصفوفة فيها صف واحد، فيها صف واحد وعمودين. تمام. وعمودين. طيب هتيجي تضربها في دي، المصفوفة جاتك دي تضربها في دي. دي فيها صفين وعمودين، في صفين وعمودين، معناته صف واحد وعمودين. طيب لما المسألة أنا أشتغلها على السريع معناتها دي أصلا إن أنا ما داير أشتغل، ما معناتها أنا استعجلت في الشرح. تمام. زي ده هسه أشتغلها. تمام. بعدين تتأكدوا منها، يمكن نغلط فيها كمان في الاستعجال. هنضرب أول دي في دي، هتقول لي شنو؟ 1 مع -6 مع صفر، معناتها -6. -1 -4 صفر، -1 و4 وصفر، معناتها -5. تمام. 1 هنا 1 -6 صح، مع الناتج 1 مع -6 معناتها -5. هنا -1 مع -4 مع الصفر -5. هنضربها في 3 في 2 2 في 4. الناتج حيجيني شنو؟ ده في ده بيديني هنا ده، وده في ده بيديني هنا ده. طيب -15 مع -10 ب-25، -10 مع -20 ب-30. انتهت. طيب أثبت دي أسهل حاجة، أي حاجة فيها أثبت دي سهلة جدا. إذا كانت ألف يا هي ألف بتاعتنا دي هتساوي لي شنو؟ 1 1 -1 1. تمام. أثبت أن ألف تربيع ناقص 2 ألف زائدا 2 واو بتساوي لي صاد. لازم يعرف لك الواو دي شنو والصاد دي شنو. واو دي قال مصفوفة الوحدة، والصاد مصفوفة صفرية. تمام. حاجة أخد طوالي بنفس الحاجة اللي قالها لي دي. ألف تربيع قلنا يعني شنو؟ معناتها ألف في ألف. تمام. دي الألف ألف تربيع ناقص 2 ألف. أستي في داعي ناخد 2 وألف بعدين نضربها، معناتها الاتنين دي مضروبة في الألف كلها، معناتها دي بتبقى لي 2 ودي بتبقى لي 2 ودي -2 ودي 2 صح، زائدا 2 واو. الواو دي قال شنو؟ مصفوفة الوحدة.
نحن عارفين مصفوفة الوحدة دي يعني شنو. عارفين مصفوفة الوحدة دي معناتها واحد صفر صفر واحد، ومضروبة في اتنين، معناتها على طول خدت الاتنين اضربها في مصفوفة الوحدة. اتنين صفر صفر اتنين. الكلام ده كله مفترض بعدين يجيك بيساوي ليك قال صفر 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 اللي هي دي الصاد. لو ما جاك بيساوي الكلام ده معناته شغلك ده اللي هنا ده كله شغال وده غلط، لازم يجيك كله اصفار. تمام. طيب هنضرب الضرب العادي، دي اتنين في اتنين، دي اتنين في اتنين، الناتج اتنين في اتنين. تمام. الواحد هنمسك الصف قلنا في العمود، واحد في واحد بواحد. تمام. زايدا واحد في سالب واحد بسالب واحد، بقت لي موجب واحد أول شي مع سالب واحد بصفر، خطيناه بالجنب كده بالرصاص. تمام. خلاص مسكنا ده في ده ادانا لهنا ده، وده في ده بديني لهنا. واحد في واحد بواحد زايدا واحد اللي هي اتنين هنا. تمام. هنا سالب واحد وسالب واحد سالب اتنين، الناس تركز معي. سالب واحد واحد بصفر على طول، ناقصا اتنين اتنين سالب اتنين اتنين زايدا اتنين صفر صفر اتنين. هنطرح دي الأول. طيب اتنين ناقص سالب اتنين بسالب اتنين صفر، ناقص سالب اتنين بسالب اتنين، واتنين ناقص اتنين بصفر، سالب اتنين ناقص بتبقى زايد، هنا دي بتبقى زايد، تبقى سالب اتنين موجب اتنين بصفر، تبقى اتنين ناقص اتنين صفر ناقص اتنين بسالب اتنين زايدا اتنين صفر صفر اتنين، سالب اتنين مع موجب اتنين صفر صفر مع صفر 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 مع صفر صفر، سالب اتنين موجب اتنين صفر. ساوت لنا الصاد إجابة صحيحة. إذن أثبتنا له إنه الألف تربيع ناقص الاتنين ألف زائدا الاتنين واو اللي هي مصفوفة الوحدة بتساوي لنا الصاد اللي هي المصفوفة الصفرية. سهلة جدا وبسيطة. طيب قال لك رقم ستة، إذا كانت الألف بتاعتنا دي بتساوي لي سالب واحد اتنين صفر تلاتة، أثبت لنا إنه الألف تربيع، قلنا ألف تربيع معناتها سالب واحد اتنين صفر تلاتة مضروبة في نفس المصفوفة سالب واحد اتنين صفر تلاتة، ناقصا الاتنين في ألف. ألف دي قال نفسها الاتنين في ألف، قلنا على طول ما بنضرب مرتين، معناتها الاتنين في المصفوفة دي كلها، معناتها سالب اتنين أربعة صفر ستة بتساوي لي تلاتة في مصفوفة الوحدة. لازم يجيك الناتج كده واحد صفر صفر واحد مضروب في تلاتة، معناتها دي هتبقى تلاتة دي هتبقى تلاتة. هنجي نضرب دي أول الناتج سالب واحد، الصف ده كله في العمود ده كله. تمام. بموجب واحد مع صفر بموجب واحد، سالب اتنين مع موجب ستة بموجب أربعة، صفر وصفر صفر نفسه صفر وتسعة، تلاتة في تلاتة بتسعة. معاي في الكلام ده صح؟ أيوة. أرجعوا للحاجات اللي كانت كيف الضرب، والموضوع بسيط إن شاء الله. لو الناس ما فهمت الدرس تاني نعيده. تحت تساوي لي شنو؟ تلاتة ناقص اتنين بالتلاتة نفسها صح، دي هتبقى زائد اتنين مع الواحد، وأربعة ناقص أربعة بصفر، صفر ناقص صفر بصفر، وتسعة ناقص ستة ياها نفسها صح، اللي هي التلاتة في مصفوفة الوحدة صح، اللي هي بتساوي تلاتة في واحد تلاتة صفر صفر، وهو المطلوب إثباته.